السلام عليكم الإخوة الأخوات، معكم حمزة الخضر. مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد اللي غنشوفوا فيه ملعب الشهيد حملاوي بالجزائر اللي كيخضع الاستعدادات لاحتضان مباريات كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر. قبل ما نمشيو نشوفوا الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، وشكرا. مرحبا بكم مرة أخرى. كما كتشوفوا في الصورة، ملعب الشهيد حملاوي، الملعب الذي يقع بمدينة قسنطينة الجزائرية الغنية عن كل تعريف. الملعب الذي يتسع إلى 23 ألف مقعد بعد وضع الكراسي بهذا الملعب استعدادا لاحتضان مباريات كأس إفريقيا للمحليين المقامة بالجزائر. كما كتشوفوا في هذه آخر الصور للملعب، حيث تم وضع الكراسي به كما ذكرنا سابقا. ملعب ذو عشب طبيعي من النوع الجيد، وهذه هي المرافق. الملعب الذي تم تدشينه سنة 1976 على يد هواري بومدين رئيس الجزائر سابقا، وهذا الملعب يحتضن المجموعة الثالثة التي تتضمن المنتخب المغربي، وهذا هي غرفة تغيير الملابس بالملعب. حتى هنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا هذا النهار. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، وايضا ما تنساوش تكتبوا لنا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول الملعب وحول هذه المسابقة، وايضا كتبوا لنا في التعاليق الاقتراحات ديالكم حول الفيديو القادم ان شاء الله. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. تحية طيبة لكم.